يا سيدي، اقعد كده على راحتك وامسك كوباية الشاي، عشان اللي جاي مش حكاية عادية. دي قصة صراع تقيل بين راجل فاكر نفسه خالد وبين طوفان جاي يبلعه هو وكل اللي وراه. القصة بدأت بعد ما الدنيا افتكرت إن الحرب خلصت، لكن لأ، الحرب لسه شغالة، بس المرة دي مش بالرصاص، دي حرب عقول. في الناحية الأولى نتنياهو، الراجل اللي فاكر نفسه بيلعب بالبيضة والحجر، وفي الناحية التانية أمريكا، وراها ترامب اللي داخل يغير الموجة كلها. نتنياهو النهاردة في ورطة سودة، اليمين زعلان منه، اليسار بيكرهه، والوسط بيحسبها بالأرقام. اقتصاد واقع وجيش مرهق وشعب مش طايقه. الراجل نفسه حاسس إن نهايته قربت، فبيطول الحرب ويولعها أكتر. يمكن يمد في عمره السياسي شوية، بس المشكلة إن ترامب مش ناوي يسيبه. من الخارج بيقول كلام حلو، لكنه بيجهز لضربة طياره من الكرسي. عايز يجيب وش جديد لإسرائيل، يبيض صورتها ويبدأ فصل جديد، فصل السلام. سلام مش عن حب، لأ، عن مصلحة. وفي وسط الدخان ده كله مصر طالع نجمها عالي. كل الناس بتتخانق ومصر واقفة ثابتة، مش بتدور على حرب، بتبني وبتفكر بعقل مش بعصبية. حتى الأمريكان نفسهم بقوا شايفين إن أي اتفاق في المنطقة من غير مصر ملوش لازمة. والأجمل إن السيسي بيكسب احترام الكل. ويتكوف مستشار ترامب قالها بصراحة: ده أعظم يوم في حياتي إني قعدت مع الراجل ده. مش مجاملة، دي شهادة. اللي بيحصل دلوقتي أكبر من حرب غزة، دي بداية فصل جديد في تاريخ المنطقة. ناس بتقع وناس بتطلع، ومصر واقفة في النص، بتقود وبتفكر وبتحمي. وفي النهاية الطوفان الحقيقي مش في غزة، الطوفان هو التغيير اللي جاي، واللي مصر ماشية قدامه بخطوات ثابتة